أحبتي الحضور الكرام، طاب مساءكم بكل خير، وأتمنى أن تكون أيامكم أمانا واستقرارا ومحبة. طبعا اليوم 14 شباط، و14 شباط عيد الحب عند السومريين اللي يسمونه عيد الفالنتاين، وذكرى يوم الشهيد الشيبري. لهذا أدعوكم للوقوف دقيقة احتفال على كل شهداء الحب الشيبري. وطبعا برنامجنا جميل جدا ان يكون دائما واغلب الاحيان بالتعاون مع دار الادب البصري. يعني الاستاذ زكي الديراوي يفتح ابوابه وقلبه وكل جوارحه لخدمه المدينه حقيقه بكل مستوياته وكل فئاته وكل درابيها. اتينا نكون اليوم جلسه الاستاذ الدكتور سعد صلال. طبعا الاستاذ سعد صلال اولا هو طبيب، وثانيا كاتب، وكاتب بطريقه يعني رائعه جدا، بحيث اغلب كتبه يعني في علم النفس، علم النفس الانسانيه والبشريه، لانه يكتب عن الانسان، عن العلاقات الاجتماعيه، عن الحياه الزوجيه، والكتاب الحديث الصادق جدا اللي هو التربيه الزوجيه. طبعا ما شاء الله احنا كنا التربيه الزوجيه ماخذين كل ولا مشكله نهائيا ولا طلاق. لهذا شلنا غيبتك شوي انا والاستاذ. لهذا إن يعني انا افضل وادعو الجميع ان يقرا كتاب التربيه الزوجيه، ولو استاذ سعد ما جاي نسخ، كان المفروض بيجيب لك كرتون نسخ حتى يوزعها علينا، بس ما جاي يمكن كتاب وبقيه كتبه ما شاء الله. طبعا 33 اصدار عنده، والمشكله بالاستاذ سعد وللاسف انه هيئات اداريه متعاقبه على اتحاد الزبائن مقدم مرتين، وانا ادري بهذه الشغله مع الاسف. هسه يعني هسه توني اعرف ان الاستاذ رافع قال لي هاي يعني دليل رفعنا له التقديم على هو واستحقاقه قبل هاي بسنوات. بعد المهم هاي تبقى التاريخ. ما اريد اتحدث عن الاستاذ سعد لانه هو يتحدث عن نفسه، بينما ادعو الاستاذ زكي الديراوي ان يتحدث ايضا عن الاستاذ سعد، لان انا قبالي هاي المؤلفات جد ما شاء الله، اذا اقراها يمكن نخلص الجلسه. مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بحضوركم، اهلا وسهلا بالدكتور سعد الحضور وتلبيه الدعوه. الف شكر الجيكور وادارته، استاذ باسم، استاذ عبد الصادق، استاذ مقداد، انا ممنون منك حضورك وخطبه الجلسه. الكتاب اخذته قبل اسبوع، توقعت انه اقدر اخلصه واقدر استوعبه، للاسف قريت به، بس هذا نقلني الى مرحله ثانيه، لازم اعرف القران والتوراه والانجيل. تمام صاحبي؟ ولازم لازم ادخل بكل قانون الزوجيه، وخصوصا اكتشفت شغلات مختلفه بين المسيح واليهود والمسلمين، فبصراحه شتتني الموضوع، لذلك اعتذر عن تقديم تلك الموضوع لك، لانه انت استاذنا وعلى راسي، وانا ممنون جدا واهلا وسهلا بك مره. طبعا من مؤلفات الدكتور سعد سعد يكتب بين الشعر والكتابه الاجتماعيه والنفسيه، تقرير سري للغايه شعر، اما انا او فلا شعر، الفلسفه سرطان تاريخي فلسفه، الوسط المحاور فكر سياسي، احترم نفسك تطوير قدرات، المسكون المقدس او السكون المقدس شعر، المجره العقليه تطوير قدرات، وهوايه ما شاء الله لانها طويله البال طويله. فاترك الحديث للدكتور سعد. بسم الله الرحمن الرحيم.
دعوة ملتقى جيكور والأستاذ عبد الصادق البصري، دار الأدب البصري، والأستاذ زكي الديراوي، متفضلين حضراتكم اسم بألقابكم، والله يحفظكم ويحفظكم. قبل ما بس نقول يحفظكم ويحفظكم إن شاء الله، أذكر بنفس الوقت الأستاذ جاسم محمد حسين قاسم، والأستاذ مقداد، الأستاذ جاسم البصراوي. وأنا يهمني طبعا ذكر الأسماء لأنه ناس يساهمون من خلف الكواليس مثل حضراتكم بإنجاح جلسات، بس ضروري على الأقل إشارة لهم. من ضمنهم الأستاذ ماجد قاسم وبلقيس خالد اللي كانها فراشة الثمانية الله يحفظها، والأستاذ جلال عباس، وطبعا المعروف سيد النسان تشرف بكم عين، والأستاذ أحمد البزوني هم المصور ويانا، ومصطفى تشرفنا حبيبي تشرف. وهذا هذه أحمد البزوني وست باسمة طبعا على راسنا طبعا شرفينا. وأكرر امتناني لحضوركم دنيا باردة ومقدرة. بالنسبة لي الأولوية بهذه الجلسة عن نفسي أحكي شوقكم، لأنه بعد ساعتين كل من يروح بيته، لكن اللمة مو سهلة تصير وكل من مشغول. لمة عائلة فحلاوتها واحد يشوف الآخر. ثم يلي ذلك ما احنا جايين عليه تحت عنوان كتاب معين نعيد النظر فيه أو شيء من قبيل ونتبادل الآراء. الفكرة اللي عندي عن هذا الكتاب راح تكون ملخص للغاية، على أن تكون المداخلات تساهم 70-80% من الموضوع. وطبعا السبب ببساطة إحياء نوع من الديناميكية التبادلية لتفاصيل المعلومة، زائدا تجنب مناخ التلمذة والاستاذية. وده نطفيه أما واحد يفهم وطفيته وطفيته ما اسمع. قبل فترة كنت أكتب الباقيات وكأني وحدي، يعني مثلا شعر مثل شنو عايش بعالمي و إلى آخره، أبواب متنوعة واتنقل بها بطريقة معينة عفوية، مع طبعا قراءات سابقة، لأنه بديت بالقراءة المنظمة من 68 والشعر طبعا 68 صار على العروض على أصوله، ثم تطورت المسألة إلى دخلنا مداخل فلسفية ومدري شنو، وهي من 40 سنة فاتت دخلنا بمضمار التنمية البشرية اللي هو اندعاثه سبب الاغتراب. أنا أتكلم عن مستوى البشرية، المبالغة التقنية قلص التواصل البيني والعفوية بين الناس، فدخلنا بالتنمية البشرية اللي صارت شبه دول. الكتاب الأخير هذا مع التربية الزوجية حسيت به مثل كان واجب علي بهذا السن، ولقيت هواية من التفاصيل العلاقات العائلية مرتبطة بسبب مو خطأ، سبب جهل. الجاهل غير المخطئ، الجاهل من يجهل. زلمة عمره 35 سنة وزوجته عمرها 30 سنة مدري ايش، اثنينهم يجهل. شنو القضية؟ المخطئ يعرف ويكرر، بس جهل ويخرب بيوت شعرت بيها بروح أبوه يعني
وانا بناتي متزوجات ومخلفه وصرت حسيت ان يقول لنا حكايتين إن علاقه بتنميه بشريه مع العوده بها الى جذورها الانثروبولوجيه قديمه جذورها، وطلعت خلاصه معينه كتبتها على شكل هيكل وكتبتها بعفويه غير منسقه، حتى الفهرس اللي بيها يعني كانه سرد اكثر من كونه جد وما جد. خلاصة الكتاب بس بعد ما نقول بعض الملاحظات كلش اتمنى بالتنسيق ويا استاذ زكي واستاذ عبد الساجد ان تصير المداخلات راح تصير اساس الحديث. قبل هذا انا بعيوني اللي تشوفه انت تنظم الجلسه. انا كاتب كتاب قديم من 20 سنه مدري يمكن اسمه الأنانية أخلاق النبلاء. 19 كاتب عن المرأة عدو، أعد الطباعة بالقاهرة وذيلت بأن المرأة عدو، كانت فكرتي أن المرأة عدو، اتضح لي أنه الرجل هم عدو بس مع تقدم العمر. طيب شلون الحل؟ لازم نقيم علاقة سلام بهذا القضية. فاطلعت بهاي النتائج. النتائج قد تكون مزعجة بعض الشيء بس راح اقولها باختصار. اولا التمدن الحالي او المعاصره اللي احنا عايشينها بما يسمى زواج هو عباره عن نفاق. العوده بينا من الرجل الى والمراه عباره عن ذكر وانثى. ملابسنا الحديثه، تليفوناتنا، مدري شنو، سيارات، هاي صار لها 10 15 سنه. الانسان انسان حسب اخر المعلومات العلميه صار له نص مليار سنه. بعدين صارت 4 مليار كره ارضيه جمره ومدري شنو وطار وموقف الحديث عنها. وحسب تصوراتي وافتراضيه انه احنا مو بشر، قبل هراتي حيوانات، وقبل الحيوانات كنا نباتات واساسا مركبات كيميائيه واختلطت، علما باني ما ورائي. رجال مؤمن بالله وبرسالة المحمديه الشريفه وصل. بس هذا موضوع، وليش هاي حتى لا نقول ما كل ما جاء بالقران الكريم مثلا الا مجازا تربويا، فما هو ضروري نلبس اكثر من طاقته. هذا موضوع وهذا موضوع. على مود ابعد عن نفسي اني لست من المدرسه الماديه، انا من المدرسه الغيريه مو الماورائيه، لان الماورائيه عندي تعليق عليها بكتاب اسمه الانترابتيكيا. هذا غير موضوع. هم يقولون الميتا، ارسطو يقول الميتا. الميتا يعني ما وراء، يعني بعد عايش بالامام والوراء، ما متخلص من عقده الماده. العدم موجود، الكتاب العدم موجود بس مع الماده، وبالتالي ما لا نهايه موجوده والرب موجود، الله عز وجل موجود. هذا نعزله. لو رجعنا لجذورنا كيف باعتبارها مو بس طبيب، اي واحد عنده سالفه حتى لو اقتصاديه يريد يحلل ظاهرتها لازم يرجع جذورها، يعيد تحليلها ويقيم لها معالجه ثم يركب حلول. تستمعين؟ اي سالفه حتى لو اطلاق غير يقعد يشوف يا بدو ليش مختلفين؟ ليش مختلفين؟ يرجعونا الى يا مرحله التحليل، حتى هو شو يسوي؟ معالجه، حتى يطلع بالقرار يسمونه ترتيب. صح ولا؟ مناقشه الظواهر كظواهر ووضع حلول لها كظواهر بدون دراسه جذورها تسبب مشاكل. اعتمادا على هالنقطه نرجع لموضوع الزواج. الرجل، الامراه، لا، الذكر، الانثى. الذكر الرجل نسوي روحه مذكر جنتلمان، يبذل جهد ان يكون منافق رسمي، وهو اساسا وراح اكررها بعد شويه مشروع جنسي خياني مسلم. المراه انثى، وراح اكرر الكلمه بعد شويه. كل انثى، طبعا يسامحوني بناتنا من بعض التعبيرات، كل انثى تعتبر اي ذكر وسيله، واي ذكر تحت عنوان رجل يعتبر اي انثى بين قوسين امراه هدف.
يعتبر الرجل وسيلة للتلقيح ثم بعد الإنجاب لرعاية الأطفال من خلال يروح يصيد لهم مكان الجحور الجبال، يصيد لهم غزلان ما شنو، ويجي المغربية يهود وينام، هي توكل نفسها وتوكل جهازها وتوكله. تجي البويضة اللي وراها تتمنى التلقيح. هو على مدار الساعة يحتاج الموضوع هذا موضوع ثاني، بس هي لها توقيتاتها. الأولوية عند الأنثى اللي هي الزوجة أن تتلقح وأن تلاقي ذكر تعطى مع الرجل يراعي أطفالها، يوفر لهم كان أكل وصيد وأرانب وغزلان، هسه يرى لها مصرف وفلوس وسكن، والسكن يكون لا مطر ولا حر ولا برد وما أدري شنو، إذا هو مجرد وسيلة. حتى هذا الوسيلة يستمر بالديمومة يراد إعادة شحن، فلا بأس من مجاملته. مجاملته سهلة للغاية باعتباره كائن يفكر بالنص التحتاني للجسم أغلب وقته، وإذا راد يصير خير بعد 60 قصدي آسف خير هو تعبيري قصدي من النقطة يعني، فالسبب بسيط، الهرمون الذكري قل، قام يدور عمره بحجة شنو وأنا متعفف وأنا حكيم وما أدري بالي وياه، بس اللي ما يخليه لو كان تحت السن ولو الهرمون الذكري ما نقص، وعلميا الهرمون الذكري ينقص مع السن 50. نقص الهرمون الذكري يولد مناخ ما يسمى بالحكمة والكياسة عند الرجل اللي هو ذكر بس نص الكلام صار. المرأة بعد سن 45 ينخفض الهرمون الأنثوي وموجود وياه كمية قليلة من الهرمون الذكري تغلب، تسترجل شوية بدنيا، يطلع شوية الشعر هنا، لسانها يصير طويل ويزلمه، فمثل ما كانت بنتك تريد تصير امه، كان صوتها عالي خلي يدق روحها احسن. الرجل والمرأة 3 أثلاث أعمارهم تحت عنوان عقد زواج، هو عقد هدنة حرب بين طرفين تنفذ لمدة 50 سنة أحيانا، الطرفين يتربصون البعض، لا هو يتوب من النص التحتاني اللي عقله بيه، ولا هي تتوب من استخدامه كوسيلة هم تلقيح وهم إنجاب وهم حماية وتكبير الأطفال حتى تزويجهم براسه. واللي يقول لك أحد يحبك أكثر من أمك غلطان، لأن ضحكت على أبوك وتخابرك. راح تسألوني هل هاي استعابة عند الأنثى؟ لا، مثل العنكبوت السوداء تقتل الذكر بعد التلقيح، والعقربة تاكله بعد التلقيح حتى تستفاد من البروتين ياكلوا جهازها، اللي يطلعون من ظهرها وياكلوها هي وظهرها ياكلوها هي وهي راضية. المرأة بعقد الزواج تقيم عقد هدنة حرب مع هذا الكائن المزمن الخيانة، إلا إذا هبط الهرمون الذكري يسوي روحه عنيف، مع وجود استثناءات ضوابط إلهية إلى آخره، بس هاي ضوابط طارئة على الأصالة مالته. الأصالة مالته هو كائن معين ويدور طبعا بهذا المضمار. هي تعرف طبعا عمرها 5 سنين كانت لها لعابة وترضع بيها، هو يخرب المسدس والبندقية وما ادري شنو، وهاي هذا الواحد وبيها لعابة وشنو وترضعها وترضع، ما لها علاقة باللي جاب الطفل منين، المهم بيها طفل يرضع. وبالتالي هذه المسألة ليست خيانة، هذه أصالة. الوضع الطارئ اللي احنا ضفناه ما يسمى بالتمدن، جيب سوارات حط لنا بس إن كان أصلا أغلال مع الأسيرة ليلة الزفاف، بدل ما كان حديد وسلاسل سووا شبكة، سووا وجه الخطوبة والمهر وما أدري شنو، هاي الاستعدادات الوثنية. أول يوم يختلفون عليه الزوج والزوجة هو يوم الزفاف، اثنينهم متربصين البعض، هي تعتبره وقع بالفخ
وهو من كل عقله راح يمارس سين صاد عين من المسألة اللي قالها. يجون الأطفال يحبهم يلقى روحه مرتبط ومتورط، وهي تعرف وتورط. جزء من هذه العملية مو مسألة أكرر، مو جريمة ولا خيانة، لا، هي أصالة. يعني أنا ما أقدر أبدل الخشب أقول عليه حديد. وبالتالي خلونا كذكور وإناث نتفق على الاختلاف، لا نختلف على الاتفاق. مرافقة 50% أفهمك و50% تفهمني. ساعدني وساعدك. زين شنو ضمانه؟ سوى عقد الزواج. إذا لا تحط له شهود ونقول وترجع سوداء وشنو؟ إذا اكو ثقة ما يراد يرتبطون. وبالتالي الزواج عبارة عن عقد خدمة حرب بين متقاربين، اثنينهم انتهازيين، اثنينهم منافقين إذا تقاسموا كلمة معينة اسمها الحب. هاي كذبة كبيرة، خاصة ما يسمى بالبلاطوني والعذري والشنو. يعني هذا نفاق صغير وعيب. كل واحد يعرف الآخر. شلون الربيعات نقول حرام الهوش يعرف حرام الدواب. اثنينهم تعرفون بعض. كل ما بالموضوع اتفقوا على الاختلاف. أنت لك مساكنة، تجي لبيتك، تلفي بيتك، تلقى بالليل كذا وراعي مرتك وتفعل عليك وانتهى من احترميك هاي السالفة. بعد أهمية أطفالها أهلها. لو ب90 سنة عمر أبوها وأمها أهم وأكثر ثقة عند قلبها منك. ما تثق بيك لو تعلق 10 سنة، لأن الرجل بالنسبة للمرأة عبارة عن متهم إلى أن تثبت براءته بشكل مزمن. يخلص من تهمة يضطر بالثانية. السبب ليش؟ مو لأنه مجرم، هو مجرد متهم. بعد ما صار مدان، مو إما يكون بريء أو مدان، متهم بالوسط. طيب ليش؟ ما تثق فيه. لا تعتقدون أبوك ما راح تثق برجل. بغض النظر عن الروح ما تسمى بالتمدن، شنو حكايتين حلوات وهذا ما ادري هو. انا ترى كلش ارتاح لك. صداقه، شوف الكلمه الجديده انه صداقه. يا صداقه انت ببالك سالفه معينه نصر دان، وهي تضحك على عقلك وانت تسوي روحك تضحك على عقلها. ليش ما تتفقون مع بعض على ان كل واحد يعرف حقيقته؟ حتى من يعرف حقيقته يقدر يبني واقع جديد. ما في شيء. أنا أدري سمرت تحبها هل أكثر مني، أدري. وين أروح؟ خلصت الخسارة صار ربح نسبي، لأن المسلوكية خسارة أكبر. على الأقل وحشة، على الأقل يعني تعال العمر واحد نسولف وياه، فخليني أدفع حتى آخذ مرافقة. ما فيها شيء. شلون؟ ما تفهمني. يا تفهمك ونص، بس أنت حاول تفهمها. أنت طاب ويا واحد عدو مزمن، لا أكثر ولا أقل، وبقائك وياها عبارة عن ديمومة. بس تخسر الديمومة، لا بيك حيل تقوم بواجباتك، ولا تدفع فلوس، ولا ما أدري شنو تلقى، ولا ما لك لازمة عن مين. يقول لك مع السلامة أرد لأهلي، زين أهلك نصهم ماتوا، يقول لك أرد لأهلي ولا وياك، حتى لو 30 سنة عاش وياك. هذا الملخص. الشيء الآخر اللي كنت أتمناه أنه أنا عارف إحنا قاعد نكشف عن أمور لا يستحسن كشفها. لنحو تفاصيل أخرى. مثلا أغلبنا يسميها شركة حياة. يا تكرهها يا هي شركة حياة. ليش ما تقول شركة سرير وتخلص؟ حسبتها بالرياضيات اتضح لي أن العملية الجنسية تأخذ تقريباً 14 دقيقة كمعدل. حسبتها بالنسبة لليوم يطلع 700 وكسر دقيقة. اتضح لي أن مجموع العملية الجنسية بالنسبة للعشرة تشكل 1% على افتراض يومياً.
طيب انت 99% ماخذها 10 صداقه، هل 1% مكلف فيه وتطاح وذابح روحك عليه، ونواتك وادم تبهدل ارواحك في سبيل هاي المساله، النص التحتاني تكون بشرط شوف لك صديقه تصلح تصير زوجه، مو تشوف لك زوجه تتوقع منها صداقه. ولهذا السبب لا حد يركز على الجمال المبالغ به، لا حد يركز على الفلوس، لا حد يركز على الشهاده لما يختار له زوجه. شوفها تتونس فيها تسولف، كانها زلمه وتسمعك وترتاح لقعدتها، هاي صديقه، تطلع منها زوجه، لان 1% زوجه و99% صديقه. وانت نفس الشيء، يعني الزوجه او الشابه او الامراه، من ترتاحين لقعده الزلمه وما ادري شنو، قعدته اخلاقه ما عليك بشهادته وبفلوسه وطريقه وما ادري شنو، هذا الصديق يصلح زوج وليس العكس، العكس مو مضمون. هاي من ضمن النقطة الأخيرة اللي حبيت أقولها، أنه كنت أتمنى إذا كان الحديث صح، إحنا بحالة أمية بطريقة علاقاتنا بدليل كثرة الطلاقات مقابل الزيجات وعددها حتى عالميا، أتمنى إدخالها بالمناهج المدرسية من سن المتوسطة المراهقة صعودا. للتعريف، عليكم السلام، يا أهلا وسهلا الأستاذ جواد المظفر والأستاذ طارق النصر. وبالتالي هذا اللي أتذكره من ضمن الكتاب. أكو أمور معينة أغلبها بالأخير نصائح، مو جلت على عمرها خلصت منك وتيجي تفهمك هم على كيفك. احنا قلنا لك انت الاولويه مالتك مو هي، اولويتها جهالها ثم اهلها ثم روحها من رقم 4. لا تطل الضرائب وتصير رقم 1، ترى خسارة تزيد لو تسكت على هذا الوضع من رقم 4 احسن لك، ترى كلش تصير رقم 7 النور. السبب هي على تركيبه، ما تقدر تقول للحمامه صيري سبع، ما تقدر. وهذا الاختلاف، اقول اختلاف بين الذكر والانثى هو سبب التنوع هذا، فخلونا نتفق عليه، لانه اتمنى لا ان يؤدي الاختلاف الى الخلاف، والا يتحول العناد وكل من كان بال90 مالته 50 ب50. اعرف ربعك يا عمر، اعرف مقابلك على ضوء، عيش حياتك العاديه المعتدله، والا ما راح ينجح الزواج. شكرا جزيلا واسف اطول. سؤال قبل السؤال، دكتور تسويها 50-50 بالحسين. الا احنا قلنا لا مو هي الدكتور ترى جاي يسجل. السبب بسيط، هو شنو هو؟ عين. لا انا بالمناسبه اذا مشيت زايد اكثر حتى ال50، يعني انا ادري مقابلي قابلين تهلقه زين عصر مثلا هسه وقته قال انه في لتر، شلون يصير لتر؟ اريد 5 أذكار، لو تضخم ما يصير 5. زين ليش ما تحترم نفسك وتطلب حدود اللتر وخلاصنا؟ وهي مجدده، وين طلعت وين مشيت وين جيت وين مدري شنو. هذا السؤال الازلي. اي وهي ما تثق بيك لو تعرف لك 10 شمع، ليش؟ لانه تدري بيك صدق نفسك دنيا، والذكر صدق نفسه دنيا يسوي روحه بعدين. هي عبوي تدور حتى وعمرك انت القضيه خطوه عندك كيف صرت ان نقيب شيء على عدد هذا العمر. ولهذا السبب ما اثق انا عموما بالذكر هذا الرجل، وبنفس الوقت هي ماخذه قرارها الثابت، واعتقد قرارها لحد كبير صائب انها ما تثق بينا ولها حق بالسالفه. ظلت شنو؟ ظلت انا ما هي 10 على حافه الحرب، وكل وين بس الحسنه بيهم العقال من الطرفين ان كل واحد قاعد بالخندق ويتلمس مسدسه بين فتره بدون استخدام، بس العتاد جاهز. بلا لحظه تطق طقه واحده، على ان لا ننسى ان عمر الرجل مع المراه، الزوج مع الزوجه 3. الثلث الاول هو ابوها، تنظر له هي على انه ابوها وهو ينظر لها على انه بنته. الثلث الثاني هي بمثابه اخته، وهو يباوع عليه على انه هي اخته، وهي تباوع عليه على انه اخوها. الثلث الثالث هو يحس
يحس بروحها ابنها وهي تحس بيه ابنها، وهو أمها، هاي أمها تحس بيها. إذا ظلت هذه المعادلة منظمة ما أقول راح نربح هواي يا زلم ويا نسوان، راح نقلص الخسارة، لأن الرحلة ما تستاهل. الرحلة طولها بعرضها، طولها بعرضها. 50 سنة يا جماعة، 10 سنين 3700 يوم، 50 سنة تعادل 17000 يوم. ما يسوى الإباحة، هي ضيفة علي وأنا ضيف علي، وإحنا متفقين على الاختلاف، متفقين على الاختلاف. أدور قضايا وياها علينا. إذا عرفت ال10 سنة راح تجي لي توثيق. زين، ليش ما أتجنب استفزازها؟ هي في يدها زلة، هي متهيئة ذهنيا إني أنا خائن. أدري متهيئ. ليش أكرس المفهوم؟ مو خاطر روحي، ارتاح أعصابي، لا الساعة طلاب وحلها. فإن عندهم استعداد، الله يسلمهم الهسالة. نعم. نستمع إلى مداخلة دكتور رحمة الله. اسمحوا لي. انا اسمعني ترميشه واطلع عندي اريد ازوحها واطلع اخاف ما ارجع. بناء على ما نبشت البير كله، راح اعطيك تجربه فيس تو فيس. انا متزوج 2. كنت في العده الاولى، اسمع ابو سلام، العده الاولى انا رقم 1 والعده الثانيه هم رقم 1. الاولى الله خذاها، راجعت نفسي أتصالح مع نفسي، صدقوا أمنوا خلي يسمع الجميع. صرت رقم 4 واحترمت رقم 4، يلا استطاعت أن أتصالح مع نفسي. ثانك يو. الله عليك. هذا الزمن خير النموذج لما خلى روحه رقم 4 وعلى أساس رقم 4 عاش سعد. بس يحاول على رقم 3 أعز من أهلها يلط طاولة على روحه. أهلها أعز منك لو عايش فيها 50 سنة. أخوها هي مو كيفك، بعد لها عائلتها هناك متكئة عليها، تراقبك الكموثقة والمؤخرة الآمنة أهلها حتى لو عمرها 80 سنة. أنت لا تسأل منها النقطة، ما تثق بيك، جابوها ما تثق بيك. الثاني وقاعد تروح ليه؟ لا تبيهم. زين أنت شو بدك بالطلاق؟ أهلي أهم من أهلك، اسكت يا أخي مو خلصنا. عيش على رقم 4. العفو، ست بلقيس مداخلة، أنت شو رقم قلتي؟ بلقيس شو تقول صح؟ دكتور يعني القانون الاوروبي موجود مال الطفل، المراه، الكلب والانسان. لا هذول اولاد كلب، هذا التقسيم. لا انا اقول هي جهالها وهل وهي من نوع رقم 4. لا هاي ضمن العائله، هذول يحطون حتى الكلب. لا من درجه. مساء المحبة والجمال. أنا أقول الحمد لله أننا ننظر للحياة الزوجية بعين المحبة والعاطفة. لو نظرنا إليها على أنها حرب لما استمرت حياتنا. أتذكر جدتي كانت تقول: كثر الطلاق في زمانكم لأن النساء تمردن على القاعدة الصحيحة. وما هي القاعدة الصحيحة يا جدتي؟ قالت: احنا في زمننا نقول المرأة بالنهار تحت عصات الرجال وبالليل تحت عباته. هذه القاعدة اللي مشت حياتنا بصورة صحيحة واستمرت بدون أي ظاهرة للطلاق. قناعتها قناعة جيلها نختلف معها. طبعا أنا عندي ملاحظتين. أولا أبارك الديكور ودار الأدب لإقامة هذه الجلسة والاختيار الصحيح لإقامتها في هذا اليوم وهذه المناسبة اللي هي 14 شباط عيد. موضوع يستحق
أن يتناول في هذه المناسبة. الملاحظة الثانية، كنت أتمنى هذه المحاضرة يكون في الجامعات بحضور الشابات والشباب. الأجيال بحاجة إلى توعية وتربية للحياة الزوجية من الخطوبة إلى نهاية الحياة الزوجية. أنا قرأت الكتاب، وقبل هذا الكتاب قرأت كتاب الأنانية للدكتور سعد صلال. في كتاب الأنانية توصلت إلى قاعدة أن ليست المرأة عدو أو الرجل عدو، وإنما الإنسان هو عدو نفسه بشعوره أو الصفة الأنانية اللي يريد كل شيء أن يكون في خدمته، ينسى أن يعيش اللحظة ويتمتع بوقته. أما الكتاب التربية الزوجية، سأقدم عرض عن الكتاب. عن دار الرضا في مصر صدر كتاب التربية الزوجية طبعة أولى 22. إجناسية الكتاب تنمية بشرية بسعة 193 صفحة. يحتوي فهرس الكتاب على 20 عنوانا، منها تتكون خارطة الكتاب. العنوان الأول: بلا مقدمات. حين قرأت المادة وجدتها مقدمة الكتاب. يقول المؤلف فيها: هذا الكتاب جاء استرسالا عفويا بحد كبير دون ترتيب أكاديمي منظم من قبلي، ولكنه محاولة لإعادة التذكير بالبناء التربوي المعاصر للإنسان. ثم يوضح الدكتور سعد صلال موسع الحديث ليشمل العالم والتاريخ البشري كله، طالما أن المسألة ليست مرتبطة بالإنسان كعربي، بل هي مبدأ حيوي يتعلق بالإنسان ككائن حي عبر التاريخ التكوين البشري. ويضيف المؤلف أن اشتغاله محدد بالفئة العمرية التي تستحق أن تهتم بهذا الأمر، وهي فئة ما بعد سن 20 إلى سن 70. المدخل الثاني للكتاب من المقدمة يتناول فترة الخطوبة. في المقدمة وكذلك في هذا الفصل لفت انتباهي كقارئ هذا الكلام أن مبدأ الارتباط يتشابه في بقاع الأرض، تكاد أن تكون مشتركة القواسم باستثناء بعض التفاصيل الوثنية. ثم بعد فصل فترة الخطوبة يحدد فصلا بعنوان الزواج والوثنية. يشخص العادة الوثنية المتأصلة لليوم، وهي الهدايا المقدمة من قبل الشاب كالذهب والملابس الفاخرة وبدلة الزفاف، فهي مجرد إشباع غرورها بأنها منتصرة وليس أسيرة. صفحة 26. ربما نسى الآن في زمن الموبايل والشريحة، والموبايل يكون حديث وحسب المودة. ويرى المؤلف أنها جميعا أعراف وثنية قديمة لأسر النساء. ولكي تتحول هذه العادة الوثنية إلى المعاصرة من الحياة، فإنها تحول القيود الحديدية إلى أساور ذهب، وعقود من اللؤلؤ، وخاتم من الألماس.
صفحة 27. والكلام يعيدني إلى العصور التاريخية. البداية كانت العصر الحجري، ثم العصر البرونزي، وهكذا صعودا إلى ما نحن عليه. ويمكن أن نرى في استبدال قيد الأسر بالذهب نقلة إنسانية جميلة. فالرجل انتقل من الطباعة البربرية إلى التحضر، ومن المؤكد بسبب مؤثرات المشاعر النسوية على الرجل قبل ظهور الحركة النسوية بمئات القرون. إن كتاب التربية الزوجية من الكتب الضرورية ويستحق الانتشار بين الجنسين، وكما قلت أتمنى أن تكون هذه المحاضرة في الجامعات. وأنا أقرأ الكتاب تذكرت أو وقف أمامي موقف، إذا سمح لي أستاذ عبد السادة أحكيه. ذهبت لخطوة، كنت أبحث عن زوجة لابني، فجت بنتي قالت ماما اتصلت بي صديقتي وهي وياي من المتوسطة والإعدادية والكلية وخلصنا كلية، وسألتني قالت بأنها باعتمام الزوجة، وسألتني عندك أخو أخذيني الأخوك. قلت خطية قالت لكن اللي وقف هو العمر، هي مواليد 83 وأخوي مواليد 88، فقلت كبيرة. قالت طيب اخذي أختي، تعرفين وتعرفين أخلاقنا، أخذ أختي. قلت لها والله إلا أروح وآخذ أختها. يا مواليد أختها قالت إنها تدرس كلية سنة ثانية وتبقى بكليتها وتكمل. فرحنا استقبلنا البنات بحفاوة وترحاب، قعدنا بغرفة الاستقبال. دخلت علينا امرأة وصلت لنص غرفة الاستقبال دون أن تلقي التحية، فأنا استحيت، لقيت أنا التحية أو بادرت أنا بالتحية. كانت تضع الحجاب تغطي حواجبها وحنكها، فكانت ربما يعني برأيي ملتزمة دينيا. بدأ التعارف وما إلى ذلك، فاتفقنا يعني واحد يسأل عن الثاني كما هي الأعراف. بعد كم يوم اتصلوا موافقين وسألوا عنا والحمد لله رحنا. طلعت الامرأة نفس الشيء، قالت بالبداية سألتني يعني منو شيخكم؟ يعني الشيخ اللي ملتزمكم أو تتبعونه. فرحت أنا أحكي لها عن عشيرتنا وشيخ عشيرتنا، فابتسمت بنتها قالت خالة هي ما تقصد شيخ العشيرة. قلت لها منو؟ قالت تقصد يعني المرجع اللي يتبعونه. فقلت لها عائلة زوجي يتبعون الجهة الفلانية، وأهلي يتبعون الجهة الفلانية، أخواتي ابني يتبع الجهة الفلانية، يعني عائلة ما متفقين على الجهة. قالت تمام. بدأ النقاش عن المهر الوثنية، فرحت ماخذة وياي. كان في زمنها المهر اللي ماشي يعني بين العوائل 3 ملايين، معروف هذا الشيء، و5 ملايين أو 3 ملايين مؤخر. فرحت أنا ماخذة مبلغ معي وماخذة فلوس الصالون، يعني قلت متفقين إحنا، أنا أريدها ما دام هي طلبت الزواج أريدها. فتحت الباب امرأة شابة غاية في الجمال، ترتدي التراتشي ذهب اللي هنا، بلايد ذهب، أساور ذهب، الشعر ما شاء الله. فأنا توقعت يعني أختهم الكبيرة أو عمتهم. دخلنا قلت لبنية ما عرفتينا
بالست. قالت هاي الوالدة. والدة سكتت. طيب الوالدة شو يتغير بشكلها؟ هي اللي فتحت الباب. لا، أم البنية فتحت الباب، بس الشكل متغير تمام. فقعدت أنا قبل لا أجي قلت له بابا شلون أفتح الموضوع بخصوص المهر؟ قال بابا قولي كلمة طيبة وشوف المقام. قلت له مثل ايش كلمة طيبة؟ قال لي ذكري قول للرسول أو آية وشوف المقابل. فبدأنا الحديث، قلت لها أكو قول للرسول يقول بارك الله في امرأة قل مهرها وخص رحمها. قالت هذا يا رسول. قالت يا رسول هذا اللي قال رسول محمد القصدي؟ قلت صلى الله عليه وسلم نعم. قالت مو هو اللي أخذ سيف الإمام علي ودرعه مهر البتة واشترط علي يروح يحارب الجن وينتصر عليها ويلا يزوج فاطمة؟ هو يا أستاذ أنا سكتت ما حكيت بعد، لأن أخذت نصيحة الوالد قال قولي كلمة طيبة وانتظري الرد، وعلى ضوء الرد كملي الموضوع. فأنا كملت الموضوع بالصمت، أريدها تنتهي وأغادر وأحمد الله وشكره، بس أشفقت على البنية لأن البنية مثل الوردة، وابني اللي شافها يعني مال إلها وهي مالت، وظلت تحاكيني عن قرب كليتها من بيتنا ومستوانا الثقافي شلون انعجبت به، فيعني حبينا هاي الروح اللي عند البنية. لكن الرد صدمني، رجعت والله قلت حق، يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم طالب هالشيء وهو كل ما يملك الإمام علي لا ما يملك غير سيفه ودرع، وأخذها من عنده يلا فوقها شرط، فيا رسول هذا فما أدري. هاي اللي ورطتنا احنا هاي. للعلم لحد الآن هذا الموضوع أنا أتحدث به من 2000 تقريبا 12 لحد الآن البنات خطية ما متزوجات، بينما ابني الحمد لله أبناء بالمدرسة. شكرا تزوج الحمد لله، شكرا جزيلا لك. أنا مساهم هادئ أحتاج هدوءا. أنا مساهم هادئ أحتاج هدوءا. هذا الكتاب استلمته قبل أسبوع من أخي الحبيب أستاذ زين، والكتاب لما طالعته أعادني إلى الثاني متوسط، إن كنت طالبا في متوسطة التحرير. اشتريت كتابا اسمه من الخطوبة إلى الزفاف وأنا بعد عمري 17 سنة، وهو مجلد عظيم من 650 صفحة، تأليف الباحث المصري كامل مهدي، وكان يضرب أمثلة كثيرة ويحاول أن يسهل الأمور لجيلنا. هذا الكتاب انتهى دوره وكبرت أنا الآن وفي عقد السابع. هذا الكتاب جميل لأنه واضح وبسيط وسلس، وهنا تفوق الباحث حتى يستقطب الجيل الجديد، وهذه ضرورة لا فكاك منها. إذا كتب كتابه مؤدلجا سيكون الكتاب بغيضا وعشيرا. من المؤكد أنه الدكتور يمتلك جهاز مفهومي نحن نسميه الذين
ابتلاهم الله بالنقد، نقول جهاز مفهومي. يعني مثلا يدخل على مدرسة فرويد أو مدرسة جاك لاكان أو يونغ أو أنا فرويد ابنة فرويد، والشيرة كبيرة بالعلم النفس التربوي موجودين. ولا ننسى العلامة العظيم مصطفى سويف المصري وسلامة موسى مربي الأجيال. لكن دكتور سعد اتخذ الأسلوب الجميل البسيط حتى يتقرب لأجيال كثيرة. هذه المفصل الأول. المفصل الثاني، هل قول الحقيقة دائما هو الصحيح؟ لا، ليس دائما أن نقول الحقيقة. نضرب مثلا بسيط. دخل أحدهم على الخليفة المهدي وكان يحمل صرة، فقال له الخليفة المهدي: ماذا بهذه الصرة؟ قال له: جئت لك بتحفة قدسية. فتح هذا الرجل، وكان رجل الثياب، فتح الصرة أو البقجة وأخرج أجلكم الله نعلا رجاليا مستهلكا رثا. قال له: ماذا هذا يا أيها الرجل؟ قال: هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا الرجل البسيط أو المعجوب النعل ثم أعطاه إلى الخليفة المهدي. المهدي أيضا قبل النعل ووضعه فوق رأسه، ثم احتضن الفردتين بحضنه وأمر أن يعطى عطاء متميزا 100,000 دينار. غادر الرجل وأخذ العطاء وغادر الجميل. مكث المهدي والحاجب الخاص، التقط النعلين وقذفهما من النافذة وتبسم وقال: الحاجب مولاي ماذا فعلت؟ وما الأمر؟ قال: هذا رجل مجنون وهذا نعل خديعة. فقال له: إذا كنت تعرف لماذا منحته العطاء؟ قال: يجب أن أعطيه عطاء كبيرا لأنه من العامة، وإذا خرج بدون عطاء ستكون فتنة، وأنا أعرف أن الأمر مدبرا. ما هو ربط كلامي؟ كلامي أنه لا كل الحقائق النفسية نقدر نقولها، ولا كل علمنا هيجل ليس كل ما هو واقعي حقيقي، وليس كل ما هو حقيقي واقعي. أنا الآن لا أستطيع أن مثلا لما جاءت امرأة إلى المأمون وكان من ضمن الناس الذين أتوا، هذا راد عطاء وذاك راد عطارا وهذا راد جملا، وكلهم كانوا يبكون ويتباكون. مكثت امرأة قال لها: ماذا تريدين يا أمة؟ قالت له: يا أمير المؤمنين، أشكو لك قلة الجرذان والذباب في بيتي. هذه جملة قوية، يعني امرأة جائعة ورثت الثياب. لم تقل له أنا رثت الثياب، ولم تقل له جائعة، فأمر لها بعطاء مكثفا يختلف. لماذا أنا أطرح هذه الشغلة؟ أنا لا أختلف مع الدكتور سعد فيما يطرح يعني، لكنه لما تكون الشغلة بهذه الطريقة، يعني مؤامرة أو مفهوم أنه طرفين في حرب، ما نقدر لها يعني صراحة. بعدين يكون جانب آخر من خلال تجربتي الشخصية، أنا كأديب هذه الأمور أقدر أحلها بمن كتاباتي كذا، ما أشعر بها مثل ما أشعر بها الآخر. الرسام ما يشعر بها مثل ما يشعر بها الآخر. الممثل ما يشعر بها، اللي عندهم طاقات موهبات عندهم شحنات عالية ما يشعرون بهذا الشعور. لماذا لا يشعرون؟ أصحاب تجارب. هذا الذي قال عنه عبد الوهاب البياتي طيب الله ثراه: هذا الذي يموت في الطفولة ويولد في الكهولة. الحكمة، نحن في عمر الحكمة، وليس فقط لأنه أصبحت عندنا الفحولة قليلة، لا،
الآن الفحول إلى أشكال أساليب من المقويات وغير المقويات والفياجرا وما فياجرا. هذه صراحة أيضا انتهت شغلتها. هذا جانب. الجانب المهم بالشغلة اللي موجود في الكتاب كتاب وعظي. هذا كتاب وعظي يعظ جميل، هذه في صالح الكتاب، لكن الكتاب ما يحلل حالات نفسية أخرى مثلا. وهذا الكتاب أنا معه 70%. أين تأثير الموبايل على البيوت؟ في كتابي زيادة معنى العالم سويت إحصائية ورحت للمحكمات، يعني المحاكم مالتنا كل شهر 1000 طلاق يصير بسبب الفيسبوك. هذا الكلام كله جميل، لكن هذا الجيل الجديد يستوعبه هذا الجيل. رجل باحث عنده حفريات وصراحة يعني بلا مجاملة يشتغل في منطقة خطرة، لكنه نحن نريد أيضا أساليب أخرى حتى نسحب هذا الجيل من أمراض الفيسبوك والموبايل والتهديدات. هذا الجيل أصبح يتزوج عذرا يعني بالافتراضي. لو أنا غلطان صح، أنا ما عندي فيسبوك ورجل حنبلي، لكن أبحث يعني وأدخل محاكم وأشوف وأسوق. في كتاب زيادة معنى العالم بحثت بشكل يعني دلائل. هاي الشغلة أتمنى على الدكتور وهو لا أهلا لها أن يطرح لنا في كتاب خاص تأثير الفيسبوك على العلاقات الاجتماعية. تزوجت كثيرا من العوائل وانهدم الزواج بعد شهر أو بعد شهرين. ويعني الحالات اللي تصير يعني عذرا مو السبب الرجل، امرأة على ذمة رجل وعندها أصدقاء خلينا نحكيها مخففة يعني خلينا نحكيها. وأنا أعرف عوائل يعني أنا رجل أدخل بالعشاء الطرف ثالث بالمناسبة، بس أصدقائي يمكن يدري عبد السادة فأروح أصغي. يعني لما يجي الولد متزوج صار 3 أشهر يقول لهم يابا مو سجلنا لها هاي بنتكم قاعد تحكي يا فلان وهذا فيلم. هل ينفع هذا الوعظ معهم؟ لا يكفي الوعظ، لا يكفي الوعظ. نحتاج أساليب أخرى ننقذ هذا الجيل الذي دخل في مرحلة تاريخية. هذا جيل أمي، لكنه بالتكنولوجيات يغربنا كل احنا، بالمونتاجات يغربنا، يهدم بيوت بالسيناريوهات وتقطيع الأشرطة وتقطيع الشغلات. نحتاج من الدكتور صراحة أقولها بكل حب له لأنه أهلا لذلك، نحتاج أن يعالج مشكلة هذه البيوت التي أصبحت تنهدم بعد شهر أو شهرين من الزواج وتصير مشاكل كثيرة. وسبب من؟ سبب الافتراضي. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور سعد صلال، وتحية طيبة للقائمين على هذا الاحتفال. في الحقيقة أنا عندي مداخلتين صغيرتين. الأولى، أرى أمامي حشد من المؤلفات. هذه المؤلفات أنا أتصور أن محتواها يكون أو لدى الدكتور سعد محتوى جيدا كبيرا يكون عالقا في ذاكرة الذي يقرأ. 30 أو 25 مؤلف أمامي، ما أعرف ايش قد، 33 مؤلف. أنا أسأل الدكتور سعد الذي يكتب قصيدة يحتاج أو يؤلف رواية أو قصة قصيرة يحتاج من النقاء ومن التركيز أكثر من 7 أيام أو أكثر يعني. فمن أين أتيت بهذا الزمن الذي ألفت في هذه المجامع؟ هاي واحد. وأنت مزدحم بالمسؤوليات، أنت شاعر وفيلسوف وطبيب ومهاجر خارج العراق. أنا وصلني أنه عايش بمصر. فسؤالي، هل تتصور مع كل هذا الكم الهائل من المؤلفات أن يعلق في ذهن القارئ؟ السؤال الثاني، طبعا أسوقه من خلال كلامك. لم أقرأ هذا الكتاب
هو التربية الزوجية. أرى دكتور سعد قد حمل محملا صعبا على الرجل والمرأة. يعتبر الرجل هو صاحب خيانات عظمى وكبيرة، وتناسى يعني أن للرجل مواقف مهمة في الحياة باعتباره هو رجل، أكثر من اهتمامه بما بين فخذيه. اعتبر الرجل هو همه الوحيد بين فخذيه، هذا ما ساقه هو ما تكلم. واعتبر المرأة، هذه المرأة العظيمة، هي عبارة عن مشروع يستغل الرجل، تعتبر الرجل وسيلة، وهذا ما تكلم. فهل من المنطق أن نعتبر هذين الرمزين في الحياة هكذا؟ هذا السؤال وشكرا. دكتور، تحت منطق او انا تحت هو هم راح يصير مع مداخله تساؤلات. التنميه البشريه، الكتاب انا ما قريت صراحه، لكن من خلال كلامك هو عباره عن اخلاقيات وسلوكيات وادب يعني، اضافه الى بعلم نفس اجتماعي. يعني انت دامج بيناتهم علم نفس اجتماعي. التنميه البشريه طبعا بالمناسبه الدخول في هذا الموضوع ليس يسيرا على البال جدا، لان يجب ان يعرف سيكولوجيه الجنسين، يجب ان يعرف السيكولوجيا معروفه، يعني هي علم رد الفعل والعقل والعلاقات مع البعض. التنميه البشريه هنا نحصرها، هل هي علم ام هي عباره عن ماخذه من مجموعه علوم؟ يعني مثلا شويه من الاجتماع، شويه من علم النفس، ممكن من الاداره. لان هذا الموضوع يعني باحث به، يعني الدكتور بصراحه يعني معناها انت واصل مرحله، لان هذا الموضوع البحث فيه مو سهل، لان انت تجمع عده علوم في موضوع واحد. فهذا التساؤل يعني المهم. انا طبعا بالمناسبه انا هم تي او تي، وسبق ان حضرت انا محاضره عن التنميه البشريه، فعندي معلومات عن التنميه البشريه، لكن وصلنا مرحله وكان النقاش هنا هل هي علم ام هي مجموعه علوم؟ شكرا جزيلا. جاسم. نعم. على إدارة الجلسة، تحية لأخوة الحضور. حقيقة دكتور في أحد قراءات لأحد الفصول، حسن فرحان أحد القراءات في أحد الفصول إنه هذا اللقاء بين الرجل والمرأة بعد أن يصير عندهم أولاد يديرون دولة مصغرة. هذه الدولة حسب طروحات إخواننا هسه والوضع اللي إحنا نعيشه في شبابنا، شو راح تنبني على هذا الزواج الافتراضي، وعلى الطلاقات السريعة، وعلى الأطفال المشردة من الطلاقات؟ هل تكون هاي الدولة نموذجية؟ هذا السؤال. العفو. السؤال نعم. السؤال هل هذه الدولة سؤالي اللي راح نبنيها احنا من هذا الجيل حسب ما طرحت انت، انه تدار كدولة مصغرة، بعدين تكبر، بعدين تمتد للمجتمع، بعدين المجتمع كله دولة كبرى، مو من هاي الاجزاء تتكون. فقصدي اذا على هاي السلوكيات وهاي الزواجات اللي عندنا لا هي شايفة وثنية ومودرن، هسه هذا الزواج اللي شلون الفوق تبع اوروبا يتزوج بالانترنت او يتزوج قضايا اخرى، يعني شلون راح تبني هاي الدولة المثالية اللي انت تريدها حسب طروحاتك؟ شكرا للملتقى الدكتور ودار الادب البصري، وشكرا دكتور سعد صلعت. هذه الحقيقه المحاضره محاضره نخب، محاضره نخبويه. اعتقد الدكتور
لو يلقي هذه المحاضرة في أماكن أخرى تأخذنا إلى مديات أخرى. وإحنا اليوم جاي نعيش بعض الطروحات الموجودة من بعض المفكرين ويلاقون الرفض. ما ذهب إلى الدكتور أنا أعتقد أشار إليه واصل في الجزء الثاني وولي ديورن، نعم. وأشار إلى فريدريك إنجلز في أصل العائلة. فهذه كانت المرحلة اللي ذكر عليها الدكتور كما أرى أنا أنه كانت تمثل مرحلة المشاعر البدائية، والدكتور في رأيي أنه اقترب من تلك المرحلة. هذا الجانب اللي ذهب إلى الدكتور راح ينقلنا إلى أنه إحنا ما عندنا منطقة وسطى بحياتنا. فأما أنه إحنا نتجه لما يحمل الدكتور من آراء وأنا متفق معه تماما، أو أذهب للاتجاه المثالي اللي إحنا أصلا ما نؤمن به ونؤمن بالانتقال إلى المادية. شكرا جزيلا. أشكرك. ساجوان. شكرا دكتور. أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا دكتور على هذه الأمسيات الرائعة التي شكرا للطبيب الجميل والفيلسوف الرائع والشاعر الذواق والأديب الحساس الدكتور سعد صلال. تفضل. أشكرك. دكتور سعد صلال ما أعرف كمعلومة هذه، ما أعرف يعرفوها الإخوان وما يعرفوها، أنه هو طبيب اختصاص تجميل. واختصاص التجميل يسعى إلى أن يجعل من المخلوق البشري أو من الإنسان البشري بأجمل صورة جميلة. نعم، يجعله جميلا. لذلك فهو يسعى إلى الجمال في هيئة الإنسان وفي مؤداه وفي محتواه. وهذا السعي قاد الدكتور إلى أن يحلل النفس البشرية وإلى أن يتخصص في جمالية المفردة. حتى شعره اللي يكتبه تجد في مفرداته جمال ما يحدد. أن يدخل في هذا المعترك، معترك العائلة أو معترك الزوجية، اختصاصه أولا ولقاءات المتعددة مع نساء ورجال من مختلف الشرائح ومن مختلف الطبقات ومن مختلف المستويات الثقافية. هو جاي يحلل حقائق موجودة، هو جاي ينطي رأيه. أنا الكتاب ما قاري بس إن شاء الله حصل وقرأ. هو ما جاي يلزمني بما يرى، وإنما هو جاي يطرح وجهة نظره كطبيب وكفيلسوف وكأديب وكشاعر وكإنسان، يطرح وجهة نظره للتربية الزوجية. دكتور سعد متعدد المواهب. في يوم من الأيام كنت أيام زمان نقيب المعلمين، احتاجت كتابة بيان، والبيان كان مطولا، الحالة كانت تستوجب الاستعجال. بحثت عن أحد يطبع هذا الكتاب، طبعه دكتور سعد بطريقة رهيبة وخلال دقائق معدودات، بحيث يسولف وياي وأصابيعه العشرة يشتغلن بالحاسبة. فهو متعدد المواهب. طبعا انا وياك لان خطه حلوه، انت جاي تكتب على الخطه يخطط. بالمناسبه ابو فراس هو مو خطه حلو، هو حتى هو ايضا هم كشخص حلو حلو، وظيفته حلوه، لذلك يسعى للجمال. شكرا دكتور، نتمنى لك التوفيق ويا ريتنا طلاب عندك ان شاء الله. بدءا بحكم كونها سيده شكرا لك اولا على الخلاصه. وصلت البحث 27 بعد الصفحة 100 مدري فوق 200 تقريبا إلا شوية، ندخل بالجانب الوعظي. بس التمهيد ضرورة. الموعظة إذا تجي مباشرة ما تنقبل. بمبدأ معين سابق كاتب واحد من البحث عن الطمأنينة لسحب المتلقي الطعام
الطعام بس السمكة خليه ياخذ الطعام، هو يفتكر نفسه كسرك وانت خسرت طعام، لكن ما يدري انت راح تجر السمكة كلها. المقدمة هدنة بسيطة، خسارة جزئية، يلا تنتقل للجانب الوعظي اللي تفضلت به ان تتحول الى جامعات و ولهالسبب اتمنى بان تدخل بالمناهج التعليميه كتربيه. كفايه كيمياء وفيزياء وما ادري شنو. هاي الطريقه العلميه الفوقيه، تعليم بلا تربيه يعني حولنا الى روبوتات حيه، الى اجهزه كمبيوتر حيه. اذا هذا الموضوع وهرميه الاسره، الاب والام، هذا الموضوع. هرميه الاسره اصبحت افقيه بسبب النت والطبيعه السوداء واللي تفضلوا بها الزملاء. اذا نحاول نستغل الدوله العاقله بان تعتمد الاعلام بكل اشكاله وضمنها المدارس، ليس فقط كوزاره التعليم والتعليم، وزاره التربيه اولا والتعليم. طالما انه الرصيد التربوي كان يجينا من ابهاتنا والتراث العمودي بالمنسوبيه اختفى الى حد ما. الله بالدوله تنزل المناهج، سن المراهقه صعودا للجامعات، يستاهلون الولد والبنات ان يتدربون تربويا بمناهج تعليميه مشروطه بطريقه لطيفه حتى يصيرون قبل ما يتخرجون، بعد ما يتخرجون من الجامعات عندهم فكره عن تناوب الادوار. اشكرك على الملاحظه الجامعه. ما يتعلق بالاستاذ رافع، رمزان ذكر وانثى، ما اقدر اقيم تركيب اذا ما في تحليل. مثلا احنا راح نخشى على ظاهره ليش اكو طلاقات هواي؟ لان اساسا ما متفقين، اجوا ما متفقين، ساعتين ثلاثه راح يرجعون لاختلافهم، ما متفقين على اختلافهم، كل واحد عنده سقف طموحات مبالغ به من خلال المناخ الاجتماعي والنت هي تعتبر الفارس وهو يعتبر عائلته ووطنه. من تتكشف اوراق المفاوضات عن كل واحد من يريد، كل واحد يريد 90% البلوى، ويظلون طلايق ويخلفون ويفرقون بالجهات، ولو ما مستحيل يطلقون باول سنتين. يا ابا انت هم على كيفك وياها، لا تظل تهوس، مو كل ما تجيب سيرة اهلها انت تهوس، شو رايك امك ما رايك امك، يا ابا خطوا في ايدك عليها، امها اهم هدك من امك. فلهالسبب مبدا الاقرار او التركيب بعد التحليل ضروري. نجي على الاستاذ جلال، التنميه البشريه، نعم فلسفه شامله. حبيبي اللي جاوبت هسه جنابك كلام الاستاذ مقدار. نعم. ما جاوبت على سؤال الاستاذ رافع، الاستاذ رافع سالك سؤال واحد من عندهم على كثره النتاج. نعم. وكيف وفقت بين الزمن وبين كثره الانتاج هذا اولا، وايضا سالك سؤال ثاني حول طبعا لا، انا اقدر اسوي تنسيق الطبيعه، يمني هنا يجي البنزين راح يخلص. كان يا ابو ليث قال البنزين راح يخلص. احنا ما نجي يعني يطلع ساعه وهو ما عنده. المحرك موجود بس البنزينات ما موجوده، شلون بقى؟ وهي المشكله البنزين. لكن مو بدنا نتفق على الاختلاف هذا شو من نسوي يعني كاتب لي البنزين خلص راح يخلص، قلت انا سامحوني اضطر اني. فالتنميه البشريه تعتبر فلسفه وفروعها تفصيليه. بالنسبه للاستاذ جاسم، هل بالامكان الدولة صغيرة نعم بناءها عائليا يعتمد على المناهج التربوية وأساتذتنا بالتخطيط التربوي الفوق العلوي، مرجعياتنا الدينية والأخلاقية والدنيوية لازم تشترك بإعادة بناء تربية الوحدة الواحدة اللي هي الدولة الصغيرة المسماة عائلة صعودا إلى. بالنسبة للأخوان أشكرك جدا أستاذ جواد. بالنسبة للسؤال الأخير اللي تفضلت فيه، ما عندي من نكتب أبو علي والإخوان أبو صالحين من أكتب شيء، ما عندي عقلية، ما أعرف شو نكتبه، لأن من 68 كاتب بس رواية السريالية الدادوية فما عندي تنظير محدد أمشي عليه التطويل، شلون ما يجي هو يجي. أشكركم جدا جدا، أشكرك أستاذ السادة
انا انتهيتك والله اليوم. لا البنزينات اللي اخويا بعد اخوك لا الوضع يعني انا انت رقم واحد مو هاي الطرقاعة قبل نهاية الجلسة طبعا جلسة اتمنى ان نطول لانه انا ادري الجلسة هاي موجود ابو فراس وبعدين موجود كمل شغلك مبارك والله حيرتني طبعا لا عزيزي كمل شغلك اصحاب السيارات استمر سياراتنا متروسه باندي رافقين سيداتنا بناتنا وزلمنا وحبايبنا احنا الموجودين اللي تفضلت حضرتك الى جلسه نخبويه فابو ذمه برقابنا اخلاقيه هي ان نحاول ان نخلق المناخ النخبوي من استعراض او امكانيات فكريه الى تربويه لان الحقيقه اكو اميه تربويه تسود المناخ الاجتماعي المعاصر سواء على مستوى الاسره وتركيبها او تفككها اللي يقترب بالتسطيح قبل اكو عمود ابو وام واولاد تسلسل هسه صار الولد يشبه الاب والبنت وهالمناقشه الزايده والديمقراطيه تخرب الشغل لانه عندي كتاب اسمه الشعب فاضل غير مؤهل لان انا ما ميال للديمون المناقشه الزايده الحكيم يفرض رايه ومخلص الكل يريد من تكليت الكل يريدون المحبوب ما حد يريد المفيد يريدون تكليت ما يريدون غبره بيدهم اذا دخلنا بعالم الحكمه والنخبويه ذمه برغبتهم ان يوسعون نشاطهم خاصه المؤثرين بالدوله او البرنامج ان يزرعون بذره التربيه مو على حساب التعليم، جنبا الى جنب مع التعليم. كفايه وثنيه بالتعليم، شهادات ونقدرها، عندنا 7 شهادات وبيني وبينكم ما متربع عليه، حتى حكايتين ما يعرف يدبرهم قاعده. انا قصدي يعني النساء والرجال، هذا عنده شهاده عاليه، هذا لا بابا، هذا عنده فلوس هواي، هذا كلهن اكسسوارات. الصلب وين التربوي؟ حتى محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام امنا يعرف الخط، لان تربي اكثر من كونه متعلم، واعتقد كلمه قديمه دائما اقولها من السهل علي طار التربيه الزوجيه، من السهل علي اني اعلم متربي، لكن من الصعب علي اربي متعلم. فانا اذا كانت رساله اخلاقيه خلينا نسميها نحولها الى تطبيق فعلي، كل واحد من الجالسين بقدر مساهمه يوما ما انه نوصل لاصحاب القرار الرسمي بالدوله مثلا بانه يتبنون مشروع تربوي سواء العلاقه الزوجيه، العلاقه الاسريه، العلاقه البينيه بين الاخ والاخر. هسه ترى حتى طوائف من الشارع عباره عن سيارات حديثه وعقول متخلفه. موظف ما يعرف يرد على موظف شيء من القبيل، فخلاصه الشيء قبل ان ارجع لنقطه العقل الموسوعي، انا اللي ذكرها ابو علي والاخ ذكرها ما استحضر الانثروبولوجيا ببالي، استحضر كل المفردات وانتقي منها ما يوالف عنوان كتاب، هاي ببساطه. شكرا لك. طبعا اشكر الدكتور سعد قبل الامسيه اليوم ذكر انه يتمنى من هذا الكتاب الثواب تخفيف حالات الطلاق من المجتمع. هذا كان غايته هاي الفكره هي واللي طرحها صح كانت لو سبب يعني سبب رئيسي في حالات الطلاق الموبايل. صحيح. انت السنه اللي فاتت شهر 12 2000 وكسور حاله بالمرة. صحيح. شكرا للاستاذ سعد الله، وادعو رفيقي وزميلي وصديقي فاتح محمد حسين ليقدم هذا دكتور سعد تعال لو نعم سعد عبد الله من دار الادب البصري. نعم لا استاذ هنا
خلي الصورة واحدة. هاي البوستر بوستر. والله ايدك ما يصير ايدك مجاسور فيديو. هو الفيديو عباره عن طير اشرح لي. طبعا ندعو الاستاذ رافع ساعات اشوف انه عم بوصل هذا ما البصر